الأكلة المنقذة السريعة بتاع موظفين، الناس التعبانين، الناس الكسلانين. بصوا، هنعمل أحلى شوربة وأحلى شوية أكل عسل في ربع ساعة أو نص ساعة بالكتير. هنا الشوربة عشان تطلع معاكي حلوة كده وصافية وجميلة، طبعا أنا بكون نقع الفراخ كويس جدا وبجهز معايا الحاجات اللي بحطها في الشوربة: ورق لوري، قرفة، آم، ورق لوري وقرفة وملح وفلفل اسمر. دي الفراخ البيضة بحط الملح مع الشوربة عادي خالص، وجزر وبصل وطماطم وحبهان وبحطها، والمية بتكون سخنة بنزل بالفراخ بعد ما اكون حطلها النقع. وهنا بقى ده القلقاس، القلقاس اللي احنا مفرزينه مع بعض. اسهل حاجة، راحة نفسية كده لما يكون متفرز عندك في الفريزر كده وتطلعيه. وكمان يا سلام، والخضرة جاهزة. ايه ده، ايه الجمال ده، ايه الاكلة السريعة بتاع الناس التعبانين الكسلانين اللي التعبانين اللي جايين من الشغل ما عندهمش وقت يعملوا اي حاجة. لما بنفرز حاجتنا بيوفر علينا كتير قوي. قولي بتحب القلقاس زي حالاتي ولا لا؟ انا مدمناه، بفرزه عندي على طول، موجود عندي طول السنة. طبعا هنا خلصنا القلقاس وكنا سلقنا اللحمة، سلقنا قصدي الفراخ، وطلعنا احلى شوربة عملنا منها الاكل. تعالوا بقى اقول لكم هنعمل رز ازاي. الرز ده انا بعشقه، اللي هو حبة بحبة. انا طبعا كان جيت اعمله بشعرية ما لقيتش، قلت بس المنقذ بتاعي الرز الحبة بحبة، ما احنا هنتصرف يعني، مش هنقف على حاجة. خدت شويه بعد ما غسلته كويس، حمرته كده بتاع معلقتين كده. ببدا ان انا احمره مع الزبده او السمنه او الزيت، اي عندك ماده دهنيه انت حابه تستخدميها. قلب 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 لحد ما اللون بتاعه بدا يصفر كده. ما تستعجلوش، مش هيتحرق. كل ما تحمريه كويس كل ما تاخدي نتيجه حلوه قوي في الرز الحبه وحبه ده. هنزل بقى بالكم اللي موجود، تقلبتين تلاتة كده بسيطه. وبعدين انا بحب ابهره تاني، احط له شويه فلفل اسمر. وبعدين اروح حاطه الشوربه بتكون سخنه. الشوربه بقى معدل الشوربه عندي بيغطي نص المعلقه اللي عندي، ايا كان المعلقه اللي انتوا بتستخدموها. بهدي النار عليه، وبألف هنا وشفا. باي باي.